أيام المذاكرة بيكون المخ محتاج للعناصر الغذائية والفيتامينات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الرمان والحليب والمكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز والمناعة في الجسم. ويلا نعرف معلومة سريعة عن فوائد فاكهة الرمان. يعتبر الرمان من الفاكهة المهمة للذاكرة عشان في الرمان عناصر غذائية ومضادات أكسدة، وكمان الرمان مهم في منع تراكم البروتينات الضارة المسؤولة عن تطور مرض الزهايمر. وتعتبر فاكهة الرمان بتساعد في زيادة حركة الدم للمخ فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد الرمان انه بيساعد في تقوية المناعة وزيادة الطاقة في الجسم عشان في الرمان فيتامين سي. واخر معلومة عن فوائد الرمان انه مهم في تقوية الجهاز العصبي وتقوية عضلة القلب وبيقلل من حدوث امراض القلب. ويعتبر الرمان بيساعد في تقليل الضغط العالي خصوصا وقت المذاكرة والدراسة. ويعتبر الرمان مهم في تحسين عملية الهضم وبيساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الرمان واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. وهنستعمل في عصير الرمان الحليب عشان الحليب بيساعد في الحفاظ على بنية الأنسجة العصبية وبيحسن من عمل المخ. ويعتبر في الحليب عنصر الكالسيوم المهم في تقوية المخ والأعصاب وبيقلل من الإصابة بالنسيان والزهايمر. ويعتبر في الحليب عنصر الفسفور المهم في الحفاظ على الخلايا العصبية. وكمان عايزة أقول لكم إن الحليب مليان فيتامينات بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز زي فيتامين A وفيتامين B2 وفيتامين D. واتكلمت قبل كده عن الفيتامينات دي في حلقة وهسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. واخر معلومة عن فوائد الحليب انه بيساعد على تقوية المناعة وزيادة النشاط في الجسم عشان في الحليب نسبة عالية من البروتينات. ويعتبر الحليب بيساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان وبيقلل من الإصابة بهشاشة العظام عشان في الحليب معادن مهمة زي الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وبكده يبقى احنا عرفنا معلومة سريعة عن فوائد الحليب واهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. وهنستعمل في عصير الرمان والحليب مكسرات الفول السوداني عشان الفول السوداني من المكسرات اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة. وهقول لكم على معلومة سريعة عن فوائد مكسرات الفول السوداني. يعتبر الفول السوداني بيساعد في تحسين عمل المخ والذاكرة عشان الفول السوداني مليان فيتامينات. وتعتبر مكسرات الفول السوداني بتساعد في تقوية المناعة وزيادة النشاط في الجسم عشان مكسرات الفول السوداني مليانة فيتامين سي. ولما يكون الجسم صحي بيساعد على استيعاب الدروس والمعلومات أسرع. وبكده يبقى احنا عرفنا معلومة سريعة عن فوائد مكسرات الفول السوداني وأهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. ويلا نعمل عصير الرمان والحليب والمكسرات مع بعض. والكمية دي مناسبة لشخص واحد. ويعتبر عصير الرمان والحليب مناسب في وجبة الفطار الصبح. هنجيب كمية من الرمان ونتأكد ان ما فيهاش رمان بايظ. بعد كده نحطها في الخلاط بسم الله ونزود عليها نص كوباية مية ونشغل الخلاط. بعد كده نصفي عصير الرمان. وبعد كده نزود معلقة مكسرات الفول السوداني المطحون او اي نوع من المكسرات الموجودة عندنا. ونضيف على الرمان نص كوباية حليب خالي الدسم او كامل الدسم. ونضيف معلقة عسل ابيض ونشغل الخلاط. ويلا نصب عصير الرمان والحليب والمكسرات مع بعض. وبكده بقى عصير الرمان والحليب والمكسرات جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم لما تجربوا العصير تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نعمل عصير الرمان والحليب والمكسرات بطريقة بسيطة تساعد في تقوية الذاكرة والتركيز ايام المذاكرة والدراسة بإذن الله.